يا مساء الخير ومساء الجمال على عيونكم. شلونكم؟ شخباركم بنات؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو شنو راح اسوي بهذا يومي. طبعا هذا صادف يوم لعبة العراق واليابان، فشنو موجود بيومي صورته لكم. تعالوا نبدي من هنا. طبعا هنا كنت منظفة الحديقة وراشتها مي وشارة الملابس. فبعد ما كملت هاي الهوسة الخارجية هسه راح نرجع البيت واراويكم شنو نسوي. طبعا بنات حبايبي قبل لا نبدي الفيديو شنو تسوون؟ تعطرون الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، وخير الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هنا أول ما بدت اللعبة أثناء استوها بدت اللعبة فكان يجينا الخطار حمواتي، فبدينا نشاهد اللعبة أنا وحمواتي. ينطيهم الصحة والعافية. وطبعا ما أسولف لكم على الحماس وعلى الدعوات وكلها تصيح يا علي يا علي يا الله يا رب يا رب يا علي، وما أسولف لكم على الحماس والخوف الداخلي اللعبة. وفاز العراق الحمد لله والشكر. بدينا نحضر للعشاء، على طرشي على تمر على خضرة على لبن على مشروبات غازية. طبعا تبسي بالدجاج مسوية كنت، ومسوية هماتين فاصوليا باللحم، وتمن بزل يخبل منثور نثر، وطبعا باقي الأشياء راح نجيبها من السوق. فهنا بدينا نصب العشاء أنا وحمواتي وبنت حماتي همين. طبعا بنات تقريبا كل أسبوع أسبوعين نلتم، يجن البنات هم يشوفن خالتي وهم يبقن يمنا، مرات يبقن يوم مرات لا يجن ويرحن، فخطية من يجون يساعدوني بكل شي مو كل شي علي، الله ينطيهم الصحة والعافية. فهنا بيوم هاني كنت منا صايمة ومنا لعبة العراق خلتنا بقلق. وهنا مدينا السفرة بنات، وطبعا مدينا السفرة لأن صيام وبعدنا جاي ننتظر أبونا يجي، مصينا على سمك ودجاج. طبعا جاب العشاء الوجه الله، ولأن فاز المنتخب العراقي همين وجانا خطار بنفس الوقت فانجمعت كلها سوية. فهذا عشانه وسهمنا وسهمكم مليون عافية، والله يزيد ويبارك بنعمتنا وبنعمتكم، وإن شاء الله يزيد بخيركم وبخيرنا بحق محمد وآل محمد. بعد ما كملنا العشاء أكيد شنو راح نسوي؟ راح أول خطوة أبدي بيها راح أني أنظف الطباخ، ومباقر حماتي ينطيها الصحة والعافية هي اللي غسلت المواعين، آدم لملمت الهوسة مالت المطبخ. فعندنا مشاوير وطلعات حلوة وراح نطلع نشارككم كل شي بهذا يومنا. يعني فاز العراق ولما حلوة وتعشينا وبعدها طلعنا وأشياء كلش حلوة بهذا الفيديو. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو بنات. طبعا بنات شوفوا هواي بنات يسألوني بشنو تنظفين الطباخ. بنات أنا أنظف بداستي، هذا يتجنن سعر البطل 6000 دينار، يبقى فترة كلش طويلة تقريبا. شقولكم هذا صار له 3 شهور من جبته وبعده بنص. وضروري بنات من تجلفون تلبسون الجفوف لأن هذا كلش يأذي الإيدين ويحرق الإيدين. فهنا أنا بديت أنظف الطباخ، كملت الطباخ والطباخ صار يلمع، لمعت السيابايات مالت الطباخ والعيون مالت الطباخ. وهواي بنات يقولوا لي أم مهدي ليش مخليه السيليفون على ظهر الجامة مال الطبخ؟ بنات مخليه السيليفون على مود احافظ عليها من الدهون، بينما اني مخليه ساحبه ومخليه همين فوق مفرقة، وهم نفس الشي لازم تصير دهون. المهم بنات هسه بعد بما انه انا منظفة واكو دهون لازم انظف المفرقة من فوق هماتين، وبعدها راويكم شنو نسوي بهذا الفيديو. طبعا فيديو عفوي صورته بكل شي اجا قدامي بهذا اليوم صورته لكم. المهم بنات هنا كملنا فقرة التنظيف، واكيد ما بقى شي بس شوية امسح الكاونتر من فوق مسحة بسيطة، وبعدها ابخر وارش البيت بالمعطر مالت الجو وابخر. طبعا ابخر بس مو ببخور اللبان، بخور اللبان ابد ما ابخر بيه بالليل، ابخر بالبخورات العاديات بالليل. وطبعا احلى شعور بعد ما تكملون العشاء وانتو صايمين والبيت نظيف ويجي احد ويقول لكم بنات نطلع للسوق. طبعا بيومها بعد ما كملنا تنظيف هنا جاي نكنس بالمطبخ بالفرشة، واخر شي نبخر. بنت حماتي قالت عمه خلو نروح للسوق، قلت لها والله عمه انا صايمة وتعبانة فما بي اروحن.
فبعدين المهم ظلينا تقريبا ل8 آخر شي ب8 بعد قلنا بعد خلاص خلي نروح. فقررنا انه نروح. اني كنت اريد ابدل الكفرات واللزقات مال الاجهزة مالتي كلش تعبانة، فقلت لهم يلا نروح، على اساس احنا نروح وما نتأخر، نص ساعة ونرجع بسرعة، نرجع فقط نجيب الكفرات ونرجع. المهم هنا بنات كملنا كل شي داخل البيت، وهسه راح نطلع. طبعا خابرنا ابو التاكسي وتحضرنا، وهسه راح نطلع. وحبيت اصور لكم اجواء بدر اللطيفة، اجواء منطقتي. صورت لكم هيجي مقتطفات جدا بسيطة بالسيارة. وطبعا تعرفون احنا ما عندنا سيارة، فدائما ناخذ تاكسي من نطلع هيجيج. فالمهم بنات طلعنا، وما اسولف لكم الاجواء على برودة، على فرحة فوز المنتخب، في اجواء كانت كلش حلوة. المهم بنات هسه اول شي راح نروح ناخذ شالات، البنات محتاجات شالات. وبعدها راح نروح ناخذ كم شغلة زوزة. وبعدها نروح نشتري هيك هونات وهيك اشياء، الموبايلات ولزقات تليفوناتنا. فحبيت اصور لكم هيك جزء بسيط من طلعتنا، ان شاء الله تعجبكم طلعتنا ولو بشي بسيط. اللي وصلت لهنا وما مخليتلنا لايك، اتمنى تخلينا لايك للفيديو بنات، وتخلينا اشتراك للقناة. هذا الشي كلش راح يفيدني، او كلش راح يرفع الفيديو، وانا اكون جدا ممنونة لكم وفدوى قلبكم على مسجاتكم الحلوة وعلى كلامكم الي. هنا انا اجيت على مود اخذ كالونات الزوزة. بنات زوزة هستوها عمرها 1 و4 اشهر، فالصراحة مخبلتني البسها الجاروبة منها، والقاها قاعدة بزاوية منها وتذب الجاروبة مالتها. فشلون اسيطر عليها بهذا العمر انه البسها جاروب، خصوص الجو بارد؟ فقمت شنو اسوي؟ اجيب لها كالونات، البسها الكالون وفوقها بيجامة، وبعدها البسها فوقها جواريب، حتى لا تنزع الجواريب بعد ما راح تاخذ برودة او تتأذى. المهم بنات هنا اجيت على مود طبعا حماتي الا شاكس ولا من انا اصور الا تدخل على الخط. هنا انا بدلت اللزقة مال تليفوني، وعلى اساس اخذ كفرات ما حصلت. رجعنا للبيت وصورت لكم من قلب الحدث، من قلب الهوسة، اثناء ما اجينا ودبينا العلاليق بالقاع مباشرة صورت لكم. هسه راح اراويكم الاشياء اللي اخذتهم اني. طبعا اخذت بنات هاي اكسسوارات، اخذت هيجي حلقات 2، احب ابدل بين فترة وفترة. عندي حلقة ذهب، بس احب هاي الاشياء انه بين فترة وفترة ابدل بيهن. وبعدها طبعا اخذت هاي الدشداشة كلش حبيتها، من مجمع ساندي، وكان سعرها 15,000، كلش حلوة وكلش حبيتها. بعدها شنو اخذت؟ اخذت شالات 2، الشالات على 5، ماركة فرح بنات، وين ما تلقونها اخذوها، كلش حلوة هاي الماركة مالتهن. حماتي جابت لي حمرة، وبنت حماي جابت قراصات الزينب. ومشكورات حبايبي، الله يديم اللمة علينا، ويديم المحبة، ويديم الافراح، ويا رب دائما نلتم بس على الخير والفرح. المهم بنات، وبما انه هسه صارت تقريبا الساعة ب11، ما اعرف ب12 ب11 هيش تقريبا، قلت للبنات خلينا نسوي تعلولة. هنا راح نسوي كاستر. الكاستر خليه 6 قلاصات من المي، 6 خواشيق من الكاستر، او 6 خواشيق من الحليب الباودر، وعلبة قشطة، ورشة هيل. هاي فقط الاشياء اللي خليتها، وخليتها على النار مباشرة، واظل اخلط بيها الى ان تتجانس وتصير بهاي الطريقة. وبهاي الاثناء كسرت بسكت، راح نسوي حلا بالبسكت، طبقة بسكت، طبقة كاستر، طبقة فواكه. هذا الحلا كلش حلوة، ومنه هيك جاينا رمضان، فهاي الحلويات كلش حلوة. قلت خلي ابدي اسوي لكم حلويات. هنا أنا طبعا بنت حماية جاي، بنت حماتي العفو، جاي يساعدني وتقطع لي الفواكه، واني جاي اصور لكم بنفس الوقت اجهز بالكاسات. فهنا خلينا اول طبقات بسكت، طبقات الثانية كاستر، وبعدها بدينا نزينها بالفواكه، الموز والفراولة. وانتو بنات اي شي موجود عندكم تقدرون بنات تخلون طبقة من الجلي فوق الكاستر، فيطلع هم كل شي طيب وحلو. المهم هسه نكمل تجهيزاتنا مالت التعلولة، وبعدها راويكم شنو نسوي. طبعا ما عندي كاسات 12 وحدة نفس اللون، فخليت 6 قلاصات. هاي القلاص اللي هيك يكون شكله كلش حلو، وخليت هاي الكاسات. وطبعا هاي
التعلولة اللي سويتها، وسهمنا وسهمكم مليون عافية بنات، كل سهلة وسريعة وبسيطة بنفس الوقت، ومكوناتها هم بسيطة. ولهنا راح أقولكم مع السلامة ودمتم بحفظ